في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، مصر كلها بتقول مصر وفلسطين ايد واحدة. اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء مشاهدين قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات. النهارده كنت فعلا في ميدان الابطال، كنت موجود، تشرفت ان نزلت المظاهرات السلميه اللي نظمتها القوى الشعبيه في ميدان الحصري في اكتوبر. كان يوم عظيم، يوم جميل جدا جدا جدا. الشرطه كانت بتامن المكان، الجيش كان بيامن المكان، الشعب بيقول اللي هو عايزه في كل مكان وكل حاجه، رجال سيدات اطفال شيوخ شباب، كل الناس كانت موجوده النهارده، وكل الناس بتقول يا رب يا رب يا رب. اهلا وسهلا بكم. لو انت مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس، وان شاء الله هتلاقي كل جديد وهتلاقي كل حاجه تلاقي بيكم. عملت كام شورت كده صغيرين ونزلتهم وانا هناك في الميدان، ما شاء الله عليه. الاحداث دي بتفكرني باحداث ايام 25 يناير لما كنا بننزل الميدان بالاعلام والهتاف. بقالنا كتير ما عملناش الحاجات دي. الحاجه الوحيده اللي بتفكرنا بالجو ده الاستاد. يعني انا حتى في العنوان بتاع الفيديو كتبت جرب تنزل الميدان، على كلمات جرب تدخل الاستاد. نفس الاحساس بالاعلام، بالاحساس الشال عن فلسطين اللي تشرفت بيه ان انا جبته وحطيته في الاستوديو، وان شاء الله هيفضل في الاستوديو على طول. دعم مني لاخواتنا الفلسطينيين، وان شاء الله ان شاء الله كل حاجه جميله هتشوفها فلسطين. ويا رب دعواتنا النهارده في الميدان وهتافنا الجيش يسمعه، الجيش المصري، الجيش العربي. 1 2 الجيش العربي فين؟ الناس كلها بتسأل. الجيش العربي فيه أسلحة بالملايين والمليارات، ومع ذلك محدش يتحرك. إن شاء الله إحنا عندنا ثقة في رئيسنا، ثقة في جيشنا، إن إحنا نقدر نوقف كل الناس عند حدها ونرجع حقنا وحق إخواتنا الفلسطينيين. النهارده الأهلي هيلبس أسود حدادا على إخواتنا الفلسطينيين الشهداء، وأنا تشرفت إن أنا رحت جبت النهارده التيشيرت ده عشان احضر بيه، اتفرج بيه على الماتش واطلع بيه اول فيديو دعم اخواننا الفلسطينيين بعد ما كنت في الميدان، عشان اتفرج بيه على المباراه. دعم مني اخواننا، وان شاء الله في الاستاد ان شاء الله توقعوا او انتظروا بس حي. النهارده عملت بث تجريبي بسيط كده عشان كان لسه اليوتيوب بيفعل لي البث التجريبي، فجربته كده في الميدان، كان دقيقه كده او حاجه. ان شاء الله في الميدان هنعمل بث تجريبي ونعمل لقاءات ونعمل مقابلات مع اهلاويه شباب جميل من اللي هم الروابط الترحال اللي بيحضروا المباريات، وان شاء الله نعمل حلقه متميزه. مش عايز اطول عليكم، بس انا عايز انقل لكم اللي شفته النهارده في الميدان. كنت في ميدان الحصري النهارده في اكتوبر، وكان في كل محافظات مصر. يعني في كفر، في ناس اصدقاء ليا بيكلموني دلوقتي على الواتساب، في كفر الشيخ، في الشرقيه، في اسكندريه، في بني سويف. كل محافظات مصر فيها تجمعات، الله اكبر، حاجه عظيمه. كل ادب، كل شياكه، كل احترام لكل الناس، مفيش واحد بيقل ادب على حد، مفيش حد بيغلط في حد، كل الناس يعني بتساعد بعض. وان شاء الله دايما مصر بخير طول ما احنا موجودين فيها وفينا الخير. النهارده بعد ساعه او اقل، يعني فاضل على الاقل حوالي نص ساعه على بدايه المباراه، ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني في افتتاح سوبر افريقي. ان شاء الله الاهلي هيتوج ان شاء الله بالبطوله دي، يكون اول نسخه ليها يكون بطلها الاهلي، زي ما هو اقدم نادي عربي وافريقي هيكون برضو اول فريق حصل على البطوله دي باذن الله تعالى. في مباريات في الدوري شغاله دلوقتي، وان شاء الله هنقل لكم نتائج المباريات بعد ماتش الاهلي. انتظرونا ان شاء الله في الهاف تايم، ان شاء الله نطلع برضو مع حضراتكم كده مشوار خفيف كده بسيط، ان شاء الله ننقل لكم كل الاخبار. كان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات. لو انت مش مشترك لو سمحت اشترك معانا، فعل زر الجرس، تلاقي كل جديد وكل حاجه تليق بيك بكل صراحه. السلام عليكم.